السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بفيديو جديد، بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الطياب ديال البوبوش، والطريقه كيفاش كنختاروا البوبوشه اللي ميته من اللي حيه من اللي خاويه، ونقول لكم التفاصيل ديال الغسيل ديالو. واخا ما شاركتش معكم الغسيل من الاول، المهم نقول لكم كيفاش تغسلوه حتى كيتنقى مزيان. وانتم كما كتشوفوه راه تبارك الله كيشعل. وانا هاد البوبوش لقطاه بيدي حبه بحبه، وما كنتش عواله صراحه لقطو. حنا خرجنا غير في واحد النزهه، مع كانت الشتيوه فحال طاحت في الصباح والبروده في داك الصباح هذاك، وبدا خارج صافي وتشجعنا ولقطناه. وكما كتشوفوا راه كاينين اللي صغيورين وكاينين اللي كبار، حيت لقطو يعني ماشي شاريه، يعني الاشكال كاين الاحجام من الصغير للكبير. والصراحه انا كنفضل هاد الصغيور كيجيني لذيذ. وكيف ما كتشوفوا انا راني بيتو تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام في النخاله حتى خرج داكشي اللي فيه كامل. والنهار الخامس في الصباح غسلته مزيان، غسلته غسله ديال ما نقول لكمش من القلب. وحتى صفى الماء ديالو عاود حسبت له 7 ديال الغسلات. ومن بعد ما غسلته درته في الشبكه وخليته ليله كامله كيتسقطر في داك الشبكه باش كيخرج كاع داك الماده اللزجه اللي فيه كامله خرجت منه. وهكذاك عاوتاني لا غدا ليه عاود غسلته بالملحه، غسلته مزيان بالملحه وعاود درته في شبكه تسقطر صافي. وهنايا بدات المرحله ديال العزيل. كنعزل كنستي داك البوبوشات اللي خارجين اللي هما حيين، كنهزهم كنديرهم في الطبسيل. من بعد ما راني درت الكوكوط فيها الماء كيطيب، ودابا كنعزل البوبوشه اللي خارجه وحيه كنعمرها في هاد الطبسيل هذا وكنكبها في الكوكوط حتى نسالي كاع البوبوش اللي خارج وحيده بوحيده. هانتوما كما كتشوفوا، واللي بانت ليا ما خارجش كنديرها في الماء البنات من الاحسن يكون الماء دافي. ملي كيكون الماء دافي البوبوش ديالنا كيخرج بسهوله. صافي غير كتحطيها كتحس بالدفء كتبقى خارجه صافي. وغنبقى على هاد الطريقه هذه حتى نختار كاع داك البوبوشات اللي خارجين. واللي لقيتها خاويه بطبيعه الحال غنرميها، واللي لقيتها ما خارجش غنديرها في الماء باش نتاكد واش حيه ولا ميته، حيت ما خصناش نطيبوا البوبوش الا كان ميت.
صافي يا البنات، هنا من بعد ما درنا البوبوش ديالنا ضروري كل ما طايب ونحطو فيه البوبوش ديالنا باش ما يتعذبش. الا درناه في الماء بارد راه كيتعذب البوبوش ديالنا. وهاد المرحله راه مهمه البنات ديال تحية الكشكوشه باش البوبوشه ديالكم كتجي زوينه وكتجي لذيذه وما كتجيش مزفره. وملي كنكونوا كنحطوا البوبوش ديالنا في الماء كنقولوا بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر حتى كنكملوا ديك الكميه كامله اللي كنحطوا ديال البوبوشه ديالنا. صافي ومن بعد كنبقاو نحيدوا هاد الكشكوشه هادي، كنبقاو نحيدوها حتى كتحيد كامله وكتصفى لنا. راه ما ديروش العشوب حتى تحيدوا هاد الكشكوشه كامله. هاد الكشكوشه راه كما قلت لكم كتجي البوبوشه مزفره وكتجي ما لذيذاش، كتجي واحد النسمه واحد المذاق خايب فيها. صافي دابا ندوزو للعشوب ديالنا. هادو العشوب البنات، المهم كل واحد كيدير العشوب اللي بغا. المهم انا هادشي اللي متوفر عندي انا غنشاركو معاكم، وباقي شحال من حاجه كيديروها انا ما متوفرهاش عندي. المهم عندي هنا شويه ديال الخزامه، عندي شويه ديال الزريعه ديال القزبور، شويه ديال الفليو، عندي هنايا شويه ديال الزعتر كما كتشوفوا الزعتر، شويه ديال الفليو، عندي هنايا فليو، وعندي شويه هنايا ديال البابونج. هنايا هذا البابونج شويه. المهم شويه شويه من كل حاجه. عندي شويه ديال هنا ديال الكرويه، عندي شويه ديال الكركم محبوب، وعندي شويه ديال الورد، شويه ديال الورد. عندي هنا ابزار، واحد رويز المعلقه صغيره ديال راس الحانوت مسخن. عندي شويه ديال الابزار، القرفه، عندي هنايا شويه ديال القرفه مطحونه الا عندكم عواد ديروها عواد، والمليحه وشويه ديال الشعر. عندي هنايا الزريعه ديال وحبة الرشاد السانوج، وعندي شويه الزريعه ديال النافع البلدي. هنا عندي النافع البلدي والنافع المستالي، وعندي حبه حلاوه يعني كانوا عندي هنايا ورق ديال القهوه، عندي شويه ديال الاوراق ديال ورق سيدنا موسى، عندي ورقه عندي هاد الورق ديال الزيتون، عفوا ديال السودانيه، ورقه ديال الزيتون، شجر ديال الزيتون. عندي شويه ديال السودانيه يابسه، من الاحسن تكون يابسه. عندي قشيره ديال الرمان كما كتشوفوا عودات الخرقوم، عندي واحد العرق ديال الخرقوم، عندي هنايا راس الحال، عندي شويه ديال حرقسوس والقشور ديال الليمونه، وعندي ريف ديال الحامضه. صافي البنات كما قلت لكم من بعد دابا ما غلات الكوكو ديالي وعاودات وحيدت الكشكوشه كامله اللي دوكات. صافي درت هاد العشوب كاملين في واحد الشبيكه وغسلتهم، كتعرفوا كيكونوا عامرين بالغبره، غسلوهم مزيان. صافي دابا انا غنضيف العشوب ديالي، واللي بغا يديروهم في شي صريره يديروهم في الصريره. انا كنفضل نديرهم هكا، كتجي الكوشه ديالنا لذيذه وكتجي بحال مشرمله من الداخل، كتشرب الكوان مزيان. صافي دابا من بعد ما درت العشوب ديالي غادي نسد على الكوكوط وغنخليها تصفر هكا. كتوجد الكوكوط ديالنا دغيا، بغيتو ديروها غير بشي برمه ديروها، المهم لكم نتوما الاختيار. صافي من بعد ما غتصفر وتعاود غنقص عليها تقريبا ساعه الا ربع. وهذا البوبوشه البنات اللي ما كانش خارج حتى بدات الكوكوط كتصفر تحس بالامان عاد بدا خارج. ودابا صافي يعني غادي نشوف شي بلاصه فيها الربيع وغادي نلوحو فيها ما يبقاش مسكين ضايع. صافي وهالبوبوشه ديالي من بعد ما وجدتها البنات كتجي رائعه وكتجي لذيذه، وكنطلق واحد النسمه رائعه في الدار بداك العشوب وداك وانا نسيت ما لحتش القشور ديال الحامض وديال الليمون حتى عاد حليت الكوكو دوزتهم. وتيقوني جات لذيذه وجات رائعه، ونتمنىكم تجربوها. وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم، وما تنساونيش من لي لايك والاشتراكات ديالكم الى عجبكم الفيديو ديالي. وشكرا لكم بزاف البنات.